تعالوا نعمل مع بعض النهاردة كيكة شوكولاتة سهلة جدا وبسيطة، ومعمولة كده بفكرة جديدة قد ايه حلوة جدا. وغير كده وكده معمولة ببيضة واحدة ومن غير فرن، يعني هتعمليها سريع سريع كده لولادك. بجد مش تاخد منك اي مقادير، ومكوناتها بسيطة قوي وطعمها فوق الرائع. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة انا معايا في بولة كده حطيت بيضة بدرجة حرارة المطبخ، كمان حطيت نقطتين من الفانيليا وربع كوباية من السكر، وضربتهم بالمضرب اليدوي العادي كده سريع سريع لحد ما بقى لونها فاتح معايا والسكر بدأ يدوب معايا. خلاص كده. بعد كده هنبدأ في الاضافات التانية اللي هي ربع كوباية من الزيت وربع كوباية من الحليب، ونبدأ نخلطهم على السريع برضو كده. الموضوع كله سريع، مش هياخد منك 10 دقايق. بعد كده هنحط رشة من الملح ومعلقة كبيرة من الخل واخلطيهم برضو. وبعد كده هنبدأ بقى في إضافة المواد الجافة اللي هي عبارة عن ايه. انا معايا هنا كوباية الا ربع من الدقيق، ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. تمام. ابدأي بقى كده انخليهم، طبعا لازم يتنخلوا عشان الكاكاو زي ما انتم شايفين بيبقى فيه تكتلات كده. ابدأي بقى انخليهم التلاتة مع بعض، وبعد كده حطيهم على الكيك بتاعك وابدأي قلبي. هتبدأي تقلبي كده تحصلي طبعا على الخليط بتاع الكيك اللي انتوا شايفينه الجميل ده. بعد كده جبت طاسة تكون طبعا اهم حاجة غير لاصقة، ومقاسها كان 24، وبدأت ان انا دهنتها بدهنة من الزبدة، او لو ما عندكيش زبدة فممكن تدهنيها بالسمنة. وبعد ما دهنتها كويس جدا رحت جاية صب عليها الخليط بتاع الكيك بتاعي ده. طبعا الكمية بتاعت الكيك هنا مش كبيرة، يدوبك على قد الطاسة بالظبط. بعد كده هنحطها بقى دلوقتي مع بعض على النار، والنار تكون هادية جدا لمدة حوالي ربع ساعة. بعد مرور ربع ساعة شلت الغطا من عليها، طبعا انا مغطياها بغطا عشان البخار هو اللي هيسويها. وزي ما انتم شايفين بعد مرور ساعة ربع ساعة بقت جميلة جدا واستوت وبقت زي الفل. حطيتها بعد كده في طبق وسبتها تبرد شوية لحد ما نعمل مع بعض الكريمة التحفة دي. عبارة عن ايه؟ كوبايتين من الحليب، عليهم معلقتين كبار من السكر او 3 معالق على حسب الرغبة. كمان حطيت معلقتين كبار من النشا، ومعلقتين كبار من الكاكاو، ومعلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، ودي اختياري. لو عندك حطيها، ما عندكيش خلاص ممكن تستغني عنها، مفيش مشكلة. ابدأي اخلطي الأول على البارد كويس قوي قوي لحد ما يمتزجوا مع بعض. الأول على البارد، وبعد كده ارفعيها على النار وابدأي ايدك بقى ما تسيبش التقليب خالص لحد ما تبدأي تقلبيها كده وتتقل معاكي. بعد كده جبت بقى الطاسة اللي انا كنت عاملة فيها الكيك اصلا، ودهنتها بدهنة من الزيت. وركزي قوي في الحتة دي، لازم تدهنيها عشان لما تيجي تقلبيها تتقلب معاكي بمنتهى السهولة. وبعد كده رحت جاية صبة فيها الخليط بتاع كريمة الشوكولاتة اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي وهي سخنة. تمام، شايفينها بتطلع بخار اهو. تمام. بعد كده هنجيب الكيكة بتاعتنا اللي احنا كنا عاملينها، وابدأ ان انا اغرزها في قلب الكريمة بتاعتي وهي سخنة، واسيبها بقى لحد ما تهدى شوية، وبعد كده ادخلها التلاجة لمدة حوالي ساعتين، ونبدأ نقلبها. هتتقلب معاكي بمنتهى السهولة. زي ما انت شايفة طلعت معايا احلى كيكة مغلفة كلها بالكريمة كده بتاعت الشوكولاتة. قد ايه الفكرة دي حلوة جدا وسهلة وسريعة، مش تاخد معاكي وقت خالص. حبيت ازينها بشوية من السوداني المجروش، اي نوع تزيين انت حباه. وده كده شكل القطعة بعد ما قطعتها، قد ايه جميلة وطعم الكريمة حلو قوي والكيكة تحفة.